زمان لما بدأت ألعب ببجي بدأتها على كارت اي ام دي، فكان كل ما اللعبة يحصل فيها مشكلة أحس إن الكارت هو السبب، خصوصا وإن الكارت كان 590 متعدم بيه. فجددت بعدها الجهاز كله وجبت معاه كارت 580. المميز في كروت التعدين ان الاداء عالي واسعارها متوسطه، لكن الار اكس 580 كان معايا نفس ال 590 بالظبط، حتى ارقام الاستهلاك نفسها. فكان اخر تجربه ليا اني بعت الجهاز كامل واشتريت جهاز بكارت 1660 سوبر، فاداء اللعبه بعد ما طورت فضل زي ما هو ما اختلفش. اللي خلى الاداء يتحسن معايا هي الاعدادات والبرامج، وحاليا الكارت معايا ببجي نفس استهلاك الار اكس تقريبا، ده علشان استهلاك ببجي قليل. ومن ناحيه الاداء فكروت التعدين من اول ال 4 جيجا وطالع مش هتاثر معاك ابدا في ببجي، بيكون سعرها قليل عشان متعدم بيها او مهلوكه زي ما بيقولوا، لكن في كروت برضه حالتها كويسه، فانت لو معاك حد بيفهم في حاله الكروت ممكن يجيبهولك. طب انت محتار مثلا ما بين كارت ار اكس وكارت انفيديا، ايه الافضل؟ لو انت مهتم بالتصوير فالاي ام دي كلها مشاكل، كنت احيانا افتح العب ساعتين تلاتة اسحب فيهم يجي 10 لقطات وفي الاخر اتصدم ان هما من غير صوت. احلى فيديوهات كنت بسجلها كانت بتبقى من غير صوت، ولما كنت اسجل فيديوهات طويلة الصوت ما كانش بيمشي مع الصورة. ده من اكبر الاسباب اللي خلتني ابيع الكارت، خصوصا اني مش بستخدم برنامج تصوير خارجي، وفي انفيديا مهتمين جدا بالسوفت وير بتاعهم بكل تفاصيله، مفيش مشاكل التصوير بتاعت الاي ام دي. الحاجة التانية، لو انت ناوي تبدل من AMD لانفيديا، في الحالة دي لازم تتأكد ان شاشتك بتدعم الجي سينك او فيها خاصية جي سينك كومباتبل، والكلام ده في الشاشات ال 100 هرتز واعلى. انما لو كارتك AMD فتقريبا كل الشاشات هتشتغل تمام عليه، ده لان معظم الشاشات اللي موجودة دلوقتي فيها خاصية الفري سينك. الفري سينك بيشتغل على اي ام دي، انما جي سينك بيشتغل على كروت نيفيديا، وانت عشان تشتغل على كارت انفيديا لازم الشاشة تكون بتدعم الجي سينك. فانا دلوقتي دي الشاشة بتاعتي، زي ما قلت لك معظم الشاشات اللي موجودة حاليا بتدعم الفري سينك، يعني كلها تشتغل على كروت اي ام دي، لكن بيكون مع الفري سينك خاصية اسمها جي سينك كومباتبل، ودي اللي انت محتاجها. الخاصية دي بتخلي لك الفري سينك يشتغل مع كروت نيفيديا، فلو كارتك نيفيديا واشتريت شاشة لازم تتأكد ان هي بتدعم الجي سينك، ولو انت شغال على كارت نيفيديا يبقى تستخدم كابل ديسبلاي، ولو اي ام دي يبقى كابل اتش دي ام اي، لانك لو ما عملتش كده هيحصل مشكلة في المزامنة وهيحصل تقطيع، فبالتالي اللعبة هتلاقيها ولا كأنها 20 فريم. ممكن انا معرفتش اوضح قوي، لكن اديتك لمحة عن الموضوع، والموضوع ده زي ما قلت في شاشات ال 100 هرتز وطالع، زي ال 144 و 165 والكلام ده. وابقى فعل الفري سينك من اعدادات الشاشة، هتلاقيه باسم فري سينك او جي سينك او ادابتيف سينك. انما لو شاشتك 60 بتشتغل عادي من غير الكلام ده، وصل لها اي كابل مع اي كارت عادي. ولو هتشتري شاشة عالية او كارت انفيديا دور في الموضوع، ما تاخدش كلامي 100%، انا اديتك لمحة عن الموضوع مش اكتر. وبس كده، مفيش حاجة تانية. ويلا اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.